بسم الله الرحمن الرحيم، يا مساء الخير على كل الناس اللي بتتابعنا وتتفرج علينا في كل مكان. مشجعي نادي الزمالك، اهلا وسهلا بيكم. معاكم محمد عمر من قناة مستر فورتين. جايين النهارده نتكلم عن ماتش الزمالك وسموحة. الحمد لله ربنا وفقنا وقدرنا ناخد الثلاث نقط. كان ماتش مهم قوي عشان تكمل يعني ان انت بتكمل في المنافسة على الدوري، حتى لو انت من جواك عارف ان انت مش مؤهل للمنافسة فيها. والكلام ده ما يزعلش حد. احنا الزمالك فعلا كفرقة كتيم كسكواد انت مش مؤهل ان انت تنافس على الدوري. اللي بيحصل ده مش هقول لك انجاز ومش هقول لك اعجاز، لان زي ما قلت في فيديوهات قبل كده اللي لسه ما اتفرجش عليها اتفرج عليها يعني. الزمالك بالاسم وبالتيشيرت بس ينزل يكسب اي حد. الزمالك بتاريخه وبكيانه وبجماهيره اللي بتروح وراه في كل حتة دي ينزل يكسب اي حد. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد عمر من قناة مستر فورتين، وهنتكلم النهاردة عن ماتش الزمالك وسموحة. الحمد لله كسبنا سموحة 1-0، جون ناصر منسي. بس عندي بس كلمتين كده على التشكيل من قبل الماتش ما يبدأ ومن قبل أي حاجة. لكابتن معتمد جمال. الأول أقول لك التشكيل. احنا بدأنا بتشكيل مهدي سليمان في حراسة المرمى، محمد إبراهيم باك يمين، الونش وحسام عبد المجيد قلبين دفاع، إيشو باك شمال. قدامهم تلاتة وغير نص الملعب كله مش عارف ليه، تلاتة في نص الملعب. محمد السيد ومحمد شحاتة والسيد أسامة، بزيرة يمين، شيكوبانزا شمال، وسيف الدين الجزيري مهاجم. مبدئيا انا مش فاهم هو ليه حصل التشكيل دوت. ليه بنلعب بالمهدي سليمان؟ فين عواد وايه المشكله اللي دايره من بقالها اسبوعين مع عواد وصبحي دي؟ نهايتها ايه وهتخلص على ايه؟ يا ريت يعني نسمع خبر ان المشكله دي انتهت، سواء بان الاتنين اتراضوا او الاتنين حد كبير في الفرقه قعد معاهم واتكلم معاهم، يا اما شفت واحد منهم مشيته والتاني يبدأ يبقى موجود، والمهدي او الشناوي حتى بديل. والحاجة التانية يعني دي اول نقطة، ان كابتن عواد مش عارف ماله، مش عارف هو ملوي ولا ما زعلان ولا ايه، مش فاهم. وهل هو مصاب؟ هل هو في مشكلة؟ مش عارف برضه. والحاجة التانية اللي كان عندي مش فاهم، ما فهمتهاش، ليه قعدت الخضري وبدأت بإيشو؟ هل بتريح الخضري علشان الماتشات اللي جايه اللي من باب اولى ان هو يرتاح؟ اللي من باب اولى ان هو يرتاح عمر جابر، محمد ابراهيم، لان محمد ابراهيم ملوش يعني هو عمر جابر بس اللي موجودين في المكان ده. انما الخضري موجود، في فتوح موجود وفي بنتايك موجود، والاتنين هيبقوا موجودين في الفتره الجايه. والخضري مش هيلعب، الخضري اللي هيبقى بديل. فكنت ممكن تريح تريح يعني محمد ابراهيم، او ما تريحوش خالص وتلعب بالخضري عادي. وبدل ما تلعب بالكائن الشيكوبانزا دوت وينج شمال، كنت تنزل ايشو وينج شمال. ولا بلاش تنزل ايشو وينج شمال، لان ايشو صعب صعب يا جماعه، صعب قوي. لعيب بعيد قوي. هو لعيب كويس ولعيب حريف وكل حاجه، انا ما عنديش مشكله والله، بس لا، مش وينج في الزمالك. ما مش لعيب عنده قوه وحماس لعيب زي ما بنقول كده ني. مش عايز اقول طري، بس هو لعيب طري فعلا في التدخلات في الالتحامات. مين تاني يا رب اللي كنت عايز اتكلم عليه؟ نص الملعب كله اتغير، ودي مشكله يا كابتن معتمد. انت ما عندكش الرفاهيه ان انت تخسر نقط. انت بتلعب النقطه معاك هتفرق في الثلاث بطولات اللي انت بتلعب فيهم. في بطوله الكاس ما فيهاش نقط ماشي، بس الغلطه في اي ماتش هتطلعك من بطوله، هتخرجك بره بطوله. فما ينفعش انت بتعمله ده يا كابتن معتمد. المفروض انت في تشكيل ثابت، المفروض في تشكيل ثابت. احمد ربيع موجود، ليه ما لعبش النهارده؟ ليه يا عم حتى لو مش جاهز ليه ما نزلش بديل؟ ده هو بحيث ان انت تجهزه. ما انت هتجهزه ازاي يعني؟ لو ما شاركش في الماتشات دي مش هيشترك. عبد الله السعيد في الشويه اللي نزلهم كان وحش قوي. عبد الله كان وحش قوي في الشويه اللي نزلهم. بس عبد الله يعني له عذره، لان عبد الله له كتير مش عند الزملكاويه، عنده جمهور الكوره كله. عبد الله لعيب عالي قوي. ما هو ممكن يكون مش موفق ماتش، ممكن يكون تعبان، ممكن يكون مجهد بسبب عامل السن والارهاق وكده. فعبد الله ما كانش كويس. بس عبد الله له رصيد كبير عند الجمهور يشفع له يعني. خوان بزيرة، انا تعبت وزهقت وما عادش عايز اشوفك في الملعب بجد، ما عادش عايز اشوفك في الملعب. سواء انت او شيكو معزه، الاثنين يا جماعه ما عادش عايز اشوفهم في الملعب. خوان بزيرة، واحد هيجي يقول لي خوان بزيرة اللي عمل اسيست معاك، والله على راسي، بس هو عمل ايه في الماتش كله غير الاسيست؟ لعيب عنده مشكلة في القرارات، لعيب عنده مشكلة في الذكاء وفي دماغه، لعيب عنده مشكلة. انت قلناها 100 مرة. انت اتحفظت واتهرشت وبقيت بتتضرب. انجز وخلص كورتك بسرعة، العب استلم واتحرك وسلم من لمسة واتحرك.
واستخدم دماغك في القرارات، ما تبقاش انت رايح 2 على 3 وتقرر ان انت تعملها تشيب وانت قدامك 2 وحارس. ما دي مش دماغ، دي مش ذكاء. الناحيه التانيه شيكوبانزا، انا ما عادش اشوفك كبني ادم، ما عادش عايز اشوفك في الفرقه اصلا، مش في الملعب، ما عادش اشوفك في الملعب. يعني لو العرض الليبي ده موجود فعلا، انا يا عم خدوا النص مليون دولار، واحنا خسرنا ال 300 الف دولار دول. انا عارف ان الزمالك جايبه 800 الف دولار، احنا نخسر فيه 300 الف دولار دول ويمشي. وفر مرتبه ووفر مكانه وانت الكسبان، والله صدقني. لعيب ما عندوش فكره بجنيه. لعيب مختل ذهني، لعيب مختل وعنده اختلال في قراراته. الوقت اللي المفروض ان هو يقف على الكوره بيجري، الوقت اللي المفروض ان هو يجري بيقف على الكوره، الوقت المفروض يسرع الريتم بيهديه، الوقت المفروض ان هو يهدي الريتم بيسرعه. لعيب تعبان نفسيا والله بجد، وزهقت تعبت. سيف الدين الجزيري كفايه بقى يا جماعه، كفايه كفايه كفايه. يعني سيف الدين الجزيري حتى انا مستخسر ان انا اقول ان هو يبقى موجود كبديل. مش هندفع لمهاجم اجنبي بديل. وعندك عدي ما شاء الله، يعني عدي احسن منه 100 مره وهو هيتسجل مصري. فلا شيء، سيف الدين الجزيري خلاص الاول. يا ريت الناس اللي بتتفرج علينا، الناس دخلت اهي تتفرج، يا ريت الناس بس اللي بتتفرج علينا تدعمنا بلايك وسبسكرايب للقناه وفعلوا زر الجرس عشان يجيلكوا كل التنبيهات اول باول. الماتش ما كانش فيه كوره ما كانش فيه كوره كتير. الزمالك متحفظ وسموحه متحفظ، الفرقتين خايفين يخسروا. الزمالك كان وحش قوي الشوط الاول. مفيش فرص ومفيش هجمات بسبب نص الملعب اللي ضايع منك. بتلعب بتلاتة في نص الملعب، التلاتة منهم 2 مدافعين، سواء محمد اسماعيل او السيد اسامة. 2 مدافعين، والتالت بتاعه محمد شحاتة، هو برضه دفاعي اكتر منه هجومي. محمد شحاتة عندي مشكلة، محمد شحاتة. لا، شحاتة مش موجود، شحاتة بعيد. شحاتة بعيد، عندي استفهامات. هو فين يا جماعة أحمد حمدي؟ يعني الراجل ده موجود معانا ولا مش موجود؟ الراجل ده هيكمل ولا مش هيكمل؟ عايزين نفهم بس أحمد حمدي فين. ما كان ينزل الماتش بدل محمد شحاتة. محمد سيد برضو عمل ماتش إلى حد ما، بس محمد سيد عنده مشكلة إن بيسرح كده والكرة بتتخطف منه هو ومحمد إسماعيل. على فكرة محمد إسماعيل برضو الكرة اتخطفت منه بعد ما نزل كام كورة كده في نص الملعب. هو بيستلم بظهره وبيبقى جاي عليه الضغط من كل حتة، الكرة بتتاخد منه بسهولة بس محمد إسماعيل ما بيحسكش بأي تخاذل أو بأي تراخي. لعيب شخصيته قوية ولعيب عنده حماس كبير، ومن أهم الصفقات اللي الزمالك عملها آخر موسمين 3 تقريبا. الزمالك عدى ماتش سموحة، كان ماتش صعب. الزمالك فضل مستمر في المنافسة مع الأهلي ومع بيراميدز ومع سيراميكا. بالعكس الزمالك متفوق على الأهلي ومتفوق على بيراميدز حتى لو بفرق أهداف. هو متفوق على الأهلي بنقطة، حتى لو متفوق على بيراميدز بفرق أهداف. والفرق بينك وما بين سيراميكا 6 نقط، وأنت ليك ماتش مؤجل 4 نقط قصدي، وأنت ليك ماتش مؤجل. يعني الفرق لو انت كسبت الماتش بتاعك يبقى فرق بينك وبين المتصدر نقطة. انت لسه موجود في المنافسة بقوة، مش مجرد اسم وعدد ولاعيبة موجودة ومنافسة وخلاص. لا، انت موجود وبقوة، وانت اقرب من الاهلي واقرب من بيراميدز، حتى بمشاكلك وحتى بكل دوت. لان احنا بنتكلم الكلام ده ليه؟ لان احنا عندنا امل ان في اي وقت من الاوقات ممكن المشاكل دي كلها تتحل. يعني ممكن السنة دي تخلص وتلاقي القيد ده اترفع، والأرض والمشكلة الأرض اتحلت بعد ما في وزير شباب ورياضة جديد، كابتن أستاذ جوهر نبيل هيبقى موجود. وزير شباب ورياضة اتعين، فممكن تلاقي فيه خطوات تقدمية للزمالك في موضوع الأرض. ممكن تلاقي فيه رعاة، ممكن مجلس الإدارة ده يستفيق ويعمل أي حاجة حلوة في حياته يعني النادي. أو ممكن ما يستفيقش ويسيبنا ويمشي ويبقى رحمنا برضه. فالزمالك داخل على فترة صعبة قوي. عندنا يوم السبت ان شاء الله ماتش مهم قوي قوي قوي، ماتش كايزر تشيفز في استاد السويس، برضو هنا في استاد هيئة قطاع السويس. هيبقى ماتش مهم قوي قوي قوي، ماتش اللي هيحدد بالنسبة لك انت هتصعد من الكونفدرالية ولا لا. طب هتصعد اول، هتصعد تاني، ولا مش هتصعد خالص. ماتش هيرسم لك الخريطة بتاعت البطولة الأفريقية اللي انت مشارك فيها، اللي هي الكونفدرالية. وبطولة تأهلك لبطولة تانية زي السوبر الأفريقي. لو أنت قدرت إن أنت تتفوق وتاخد الكونفدرالية، ممكن تلاقي نفسك بتلعب سوبر أفريقي قدام أي حد، مش هتفرق. ممكن تلاقي نفسك قدام الأهلي، ممكن تلاقي نفسك قدام بيراميدز، ممكن تلاقي نفسك قدام سان داونز، قدام أي حد من الفرق الموجودة في دوري أبطال أفريقيا يعني، اللي هما بالمناسبة مش بعيد يعني. وحتى اللي منهم بعيد، الزمالك اسم بيخوف. الزمالك هيفضل التيشيرت والخمس نجوم اللي موجودين على التيشيرت دول بيخوفوا أي حد بينزل يلعب قدامنا. فالزمالك عمل ماتش
مش هقول لك هو اقل من المتوسط كمان. هو الشوط التاني اللي كان فيه حركه شويه، ولما نزل ناصر المنسي ونزل عودية الدباغ بقى في كثافه على ال 18. وكان عندي برضو حاجه مستغربه، هو ليه يا كابتن معتمد لما جيت تنزل محمد اسماعيل خرجت محمد ابراهيم ورجعت سيد اسامه باك؟ طب محمد ابراهيم بيلعب معاك بقاله 3 4 ماتشات ولعيب مبشر، لعيب كويس. طب ما كنت تسيب محمد ابراهيم باك وتطلع سيد اسامه، او كنت تسيب سيد اسامه وتسيب محمد ابراهيم وتطلع محمد السيد او محمد شحاته اللي كان وحش. محمد شحاته كان وحش. كنت ممكن تسيب محمد ابراهيم وتطلع السيد اسامه، او تطلع محمد السيد، او تطلع محمد شحاته. ممكن نقول انت مش عايز تطلع محمد شحاته عشان ما يبقاش الملعب كله شباب، كنت تطلع السيد اسامه بدل ما انت تخاطر. انت بوظت مكانين يعني، بوظت نص ملعب وقمت مبوظ الباك اليمين خالص بقى. بعد ما كان محمد ابراهيم لعيب على الاقل حتى لو هو لسه صغير ولعيب لسه عنده ديفوهات وبتاع، بس هو مركزه انت نزلت لاعب مش مركزه، لاعب مدافع بتلعبه الباك اليمين مش عارف ليه. سموحه كانت بتخترق من الناحيه دي، بس هو بعد التبديل ده ما الاختراقات ما وقفتش، اللعب كله كان من الناحيه دي. طب انت لما جيت تنزل احمد الخضري ليه تطلع بزيرة؟ هو وحش وانا مش عايزه يشارك. بس اللي كان اوقع ان هو يطلع ايشو بطيء، وايشو سوفت شويه وزي ما قلت لك بزيرة على الاقل بيلتحم وبيخش وبيخبط وبيتضرب وبيضرب وبتاع. ليه؟ كنت ممكن تسيبه، كنت ممكن تنزل مثلا احمد شريف. مش عارف احمد شريف فين برضه، ما شفتوش النهارده. كنت ممكن تنزل احمد حمدي، مش عارف برضه احمد حمدي فين. كنت ممكن تنزل احمد ربيع يمسك لك كوره في نص الملعب، يقفل نص الملعب اكتر. مش عارف، هو تبديل كان غريب بالنسبه لي، بس الحمد لله ان احنا كسبنا وقدرنا ناخد الثلاث نقط. ماتش مهم وثلاث نقط مهمين قوي يفرقوا معانا في مشوار الدوري بالذات. عندنا زي ما قلت لك الماتش الجاي يوم السبت ان شاء الله، ماتش كايزر تشيفز الساعه 6. ده اهم ماتش في الموسم يا جماعه، ده اهم ماتش. يا ريت كل الجمهور يبقى موجود ورا الفرقه وندعم الفرقه ونساعدها، ويا ريت الناس تبقى موجوده كلها. وزي ما احنا متعودين دايما جمهور الزمالك فوق 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 اي حد وفوق اي مكان. جمهور الزمالك دايما بيدي دروس في التشجيع وفي الانتماء وفي حب الفرقه دي والكيان ده. ده كان كل اللي عندي بخصوص ماتش الزمالك وسموحه. مبروك 100 مره ومبروك مليون مره لكل جمهور الزمالك على المكسب. ماتش مهم والحمد لله خدنا منه الثلاث نقط. يا ريت كل الناس بتتفرج علينا تدعمنا بلايك وسبسكرايب للقناه، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل التنبيهات اول باول. كان معاكم محمد عمر من قناه مستر 14. سلام.